افتكرت دلوقتي زمان محمد علي باشا عرف بفطنته وحسه السياسي ان اطفال الشوارع 300,000 وقتها 300,000 طفل شوارع هيكونوا هم العامل الرئيسي لسقوط الدولة المصرية العظمى اللي بيحلم بيها. كان حله جذري، نزل الشوارع وجمع 300,000 طفل بنات وولاد ونقلهم لمعسكر قريب من الكلية الحربية اللي أنشأها في أسوان. عيشهم في المعسكر ده 3 سنين، وأمر قائد الجيش وقتها سليمان باشا الفرنساوي إنه يجيب أعظم المدربين والخبراء من فرنسا عشان يدربوهم على كل المهن والحرف. بعدها خرج لمصر أعظم الصناع المهرة في تاريخها الحديث، بيجيدوا كل الحرف اليدوية، بيجيدوا اللغة الفرنسية واللغة العربية. النوابغ منهم استعان بيهم في إنشاء مصر الحديثة، والباقيين أرسلهم لدول تانية بتفتقر للحرف دي عشان يعلموهم. طلع من بين الحرفيين دول والد عبد الله نديم. والد عبد الله النديم كان من الصناع المهرة، كان نجار عظيم واشتغل في ترسانة اسكندرية، وأنجب لنا مين؟ عبد الله النديم، من أعظم خطباء الثورة العربية. كان شاعر وزجال وأديب وصحفي، اشتغل في جريدة المحروسة والعصر الجديد، وأنشأ مجلة التنكيت والتبكيت ومجلة اللطائف. ولأنه كان ثوري وكان مناصر لثورة عرابي، الحكومة قعدت تطرده وفضل مستخبي 10 سنين عن الحياة لغاية لما اتقبض عليه، اتسجن، وبعد ما خرج من السجن اتنفى، عاش في فلسطين في يافا. رمز من رموز مصر.